اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لايك وشير وسبسكرايب مطبخنا على قدنا مع مقاريج. اللي ما اشتركش في القناة يدخل ويشترك في القناة ويدوس على الجرس فضلا وليس أمرا. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. بشكر كل حد بيدخل يكتب لي تعليق حلو، كلام حلو، كلام بيديني طاقة، بيديني باور اني اقوم كده وانهض واكمل واتشجع ان اعمل فيديوهات. هندخل مطبخنا ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف النهاردة هنعمل شوية فسيخ لمزاجنا احنا عشان ناكلهم. يلا، انا معايا طبعا السمك ده انا جبته من السوق وغسلته، غسلت الخياشيم بتاعته وظبطته وحطيته في مصفى السمكية، خليتها على راسها كده عشان خاطر تصفي كل اللي فيها من قبلها بيوم، وتاني يوم الصبح بدأت اعمل فيه زي ما انتوا شايفين. بمسك السمكية كده بعمل لها مساج زي ما انتوا شايفين من الديل للظهر لحد الراس فوق، بضغط عليها كده زي مساج اهو، وبحشي الخياشيم بتاعتها ملح كويس. اهم حاجة تحشي الخياشيم ملح كويس. طبعا انا معايا ملح من بتاع الشركة. كم مرة انا يعني انا كذا مرة وريته لكم اللي بعمل بيه المخلل بتاعي واللي بعمل بيه الفسيخ بتاعي. الملح ده احسن حاجة ممكن تعملي بيه. حطيت اول طبقة طبعا واحدة عكس واحدة، واحدة عكس واحدة. اول طبقة واحط طبقة ملح لحد ما خلصت الكمية بتاعتي. فضيت الملح اللي كان على الصينية اهو، وهنشوف هنعمل ايه. اهم حاجة في الفسيخ ده ان الملح بتاعه يكون مظبوط وكويس، لا كتير ولا قليل عشان ما يبص منه. كوباية زيت محترمة كبيرة كده وحطيتها. طبعا هنقفل الكيس. قبل ما نقفل الكيس نطلع كل الهواء اللي موجود في الكيس، لان الهواء اللي بيبقى في الكيس ده لو موجود في الكيس بيبوظ لنا الفسيخ. تمام. شوفوا انا حطيته في كذا كيس، كل ما احطه في كيس اخرج الهواء الاول وبعدين اربط كويس. كل ما احطه في كيس اخرج الهواء كويس كده واربط الكيس عليه. تمام. حوالي 5 أكياس 6 أكياس على قد ما تقدري اعملي في كام كيس. تمام. اهم حاجة ان الهواء ما يطولش الفسيخ بتاعنا، وهيطلع فسيخ 10/10. دول شوية فسيخ طبعا لمزاجنا احنا نعرف ناكلهم في البيت. انت غاسله الفسيخ كويس ومصفياه ومنشفاه، وتنشفي الخياشيم برضو لو فيها حاجه بمنديل كده بتاع المطبخ، تفتحي الخياشيم وتحطي المنديل فيها كده وتنشفيها براحتك بالراحه. تمام. الفسيخ ما شاء الله انا وريتهولكوا الخياشيم بتاعته حمرا وجميله صابح. جبت استريتش ورحت برضو قافله عليه قفله كويسه عشان برضو ما يجيش له اي هوا. وعلبه هي تلاجة وراح هقفل عليها وهنفتح سوا ان شاء الله باذن الله. برضو انا هفتحه لكم برضو في فيديو وهتشوفوا الفسيخ بتاعنا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.